الحمد لله، هذه دعوة عظيمة ما تقبل هذه الأصناف وما تقبل المنحرفين أبدا، ولا نقبل حتى دراسة كتبهم عندنا. وهذا من النقاء والصفاء والعناية بالتميز في كتبنا ودراساتنا ومراجعنا، وهكذا في شيوخنا وفي أماكننا، فإننا نتميز عن أهل الأهواء. وبعض الناس ما يتقي الله في هذا الخير ويريد أن يلبس ثوبا ليس مقاسا عليه، ولا يجوز أن يلبس هذا الثوب، هذا حرام أن يلبس. أن الدواعش عندهم صاروا حاضنة للدواعش، لا إله إلا الله، فضفوه ونسأل الله أن يعامله بما يستحق. فهذا يريد تشويه الدعوة السلفية، وأن كثير من مراكز قال السلفيين صارت حاضنة للدواعش. هذا رجل الله أعلم يعمل إلى أي جهة، وهو من يسمى بأنيس منصور، فإنه يتكلم ويجعجع ويهرف بما لا يعرف، وفي قلبه مرض، ورجل مكرفت زايق واضح من مظهره ومن كلامه أيضا ومخبره الذي ينبئك كلامه به أنه رجل زايق والعياذ بالله. فهو يحمل على السلفين حملات شرسة، ويستغل كلاما لنا سبق قبله فيما يتعلق بالدواعش، ويريد أن يجعل أهل السنة يثنون على الدواعش ويعظمون الدواعش. وربما الكلام الذي صدر منا في الدواعش ربما ما يستطيع له ولا أمثاله، إن يتكلم بعشر معشار ما نتكلم به بالتحذير من فتنة الدواعش والخوارج والإخوان المسلمين وغيرهم. والدواعش إنما هم خرجوا من كم الإخوان المسلمين والقاعدة وغير ذلك من الحرفين، فهم أصحابكم وليسوا بأصحاب لنا، ولا يريدوننا أصلا، هم حولنا، هم يعرفون منهجنا وطريقتنا، وقد اعتدوا على بعض إخواننا قتلا وضربا وغير ذلك مما أرادوه من السلفيين. فهو يريد أن يبين للناس أن هؤلاء هم مع الدواعش، وأن مراكزهم صارت حاضنة للدواعش، لكثير من الدواعش. ومشكلة أن الإخوة ينشرون كلامهم، يتناقلون كلام هؤلاء. مثل هؤلاء كلامهم ما ينبغي أن يتناقلوا، ينبغي أن يموت هذا الكلام وأن يدفن. لكن للأسف الشديد كل من تكلم من المنحرفين تجد إخواننا يتنقفون كلامه وينشرون في مواقعهم السلفية، وهم يعرفون إخوانهم وما هم عليه. فكان قبل يمكن أكثر من 10 سنوات، قبل قيام هذه الدار، وقبل يعني ربما بداية خروجنا من دماج، وقبل ضربة عاصفة الحزم في ذلك الوقت، فكان الرافضة مع الدواعش في الظاهر، وهم وجهان لعملة واحدة في الحقيقة، ولكن كنا بنا غيظ على الرافضة شديد جدا. وكانت أمريكا تريد أن توجه بعض البلدان إلى ضرب الدواعش آنذاك، لأجل فسح المجال للرافضة حتى يدخلوا عليهم، وهكذا يريدون استنزاف أموالهم. فتبنت بعض الدول 50 دولة تحارب الدواعش على نفقتها الخاصة، على نفقاتها الباهظة العظيمة، وتركوا الرافضة ولم يوجهوا ذلك الاجتماع لضرب هؤلاء الأرجاس الذين نرى أنهم أشد من الدواعش وأعظم ضررا على المسلمين من الدواعش، فهم شر من وطأ الحصى قديما وحديثا. حتى قيل الأعمش أو قال الأعمش لبعض الجن: من ترون شر الطوائف عندكم؟ قال الرافضة. والرافضة شر الطوائف عند الإنس وعند الجن، هذا شيء لا يختلف فيه. فكان بعض الدول تريد أن تصرف الأنظار إلى الدواعش، والدواعش هم صناعتهم، ولكن لمعوهم ذلك الوقت وجعلوهم على أساس أنهم يضربون الرافضة. فكنا سئلنا عن ذلك، فكان الجواب قبل 10 سنوات أو أكثر قبل هذا المركز أنهم إذا كانوا يضربون الرافضة فنحن نفرح بضرب الرافضة ممن كان، ولا ينبغي الآن الكلام في مثل هذه الأشياء. تركوهم معهم، يضربونهم، يبيدونهم، يهينونهم، ونحن نعلم انحرافهم، قد أشرنا إلى هذا.
فاستغل هذا الكلام وأننا نثني على الدواعش وأننا نزكي الدواعش، وكل يوم كل ما نسينا الفتنة هذه جاءت مرة أخرى، ويشيعونها على أننا نزكي الدواعش ونثني على الدواعش. كلما انتهينا منها أردوها مرة أخرى، وكان الجواب عليها يمكن نحو الآن هذه الرابعة أو الخامسة يجاب على هذا الإشكال الذي يستشكله بعض إخواننا ويتراسلون معنا، وأن هذا كيف هذا الكلام إلى آخره. فهذا الكلام حفظكم الله قديم جدا، وقبل قيام هذه الدار وإقامة هذا الخير، وبعد خروجنا من دماج وكان بنا حنق على الرافضة شديد جدا لما نعلم من شرهم ولما حصل لنا من جهتهم من الضرر، وكنا فرحنا أنهم يضربوا من أي جهة كانت، من أي جهة كانت ولو من الجن، أنهم يهانوا ويذلوا. فقدر الله ما شاء فعل، استغلت تلك الكلمة فصاروا يطيرون بها كل مطار، وأننا نثني على الدواعش وما فيها ثناء على الدواعش ولا فيها شيء من هذا. وقالوا أيضا حقيقة أن مراكزهم مليئة بالدواعش وصارت حاضنة الدواعش، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ما يصدقهم إلا مغفل. فأهل السنة ولله الحمد مراكزهم منزهة عن الدواعش، بل ما نرضى بأصحاب الجمعيات، ما نرضى ببرامكة، وهم أخف من هؤلاء قطعا، فإن البدع دركات. ما نرضى ببرمكين من هؤلاء المدبرين الحزب الجديد الذي آذونا أن يكون عندنا هنا، يستقر عندنا ويطلب العلم، فضلا عن داعشي يأتي عندنا. وهذا أنيس منصور الخبيث الذي يتكلم مثل هذا الكلام، وأن مراكز السنة صارت حاضنة للدواعش، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ظلم لأهل السنة، ولكن موعد الله إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. فلا تعرجوا أهل السنة، كل من تكلم ينشر كلامه، والله إن هذا خطأ. فالحمد لله هذا الكلام حاصل. وما سمعت أنه رفع لنا سؤال وكان في المكلا، وكان بداية الخروج قبل نحو هذه السنوات التي أشرنا إليها أكثر من 10 سنوات، وكان الجواب بهذا أننا لا نتكلم في شيء الآن. إن كانوا يقاتلوا نتركهم يقاتلوا الرافضة، يهينوا الرافضة، وما أرى مصلحة الآن في الكلام فيهم مع أنهم منحرفون. لكن ما دام أنهم يقاتلون هؤلاء، وما هو صحيح أنهم يقاتلونهم، لكن قدر الله ما شاء فعل، وهذا خطأ منا ولا شك. فالصحيح أنه ما كانوا يقاتلون الرافضة، بل يخدمون الرافضة في العراق، يمكنون الرافضة في العراق، يأتون على بلاد السنة تضرب بلاد السنة وتهان بلاد السنة، ويأتي الرافضة يسيطر عليها عن طريق الدواعش. فكشف الله سترهم ولله الحمد بعد حين، وظهرت أمورهم، وتجلى أيضا كذلك للناس حقيقتهم تجلت، فبان الصبح لكل ذي عينين. فهذا كان قبل هذه الفترة، ولا زال ينشر ولا زال يستغل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والمشكلة أن المتكلم لو ترى صورة، نسأل الله العافية والسلام، ما هو أهل أن ينقل كلامه. فالحمد لله كلامنا في الدواعش، والله ما أظن أحد حتى يخاف علينا بعض الإخوة من الكلام فيهم مثل ما نتكلم فيهم، ما أظن أحد يتكلم فيهم مثل ما نتكلم فيهم. ولكن ماذا تصنع لي هؤلاء الحسدة والفجرة والمبتدعة الذين هم ما يرحمون أهل السنة، فيهم حنق وغيظ عظيم على أهل السنة. وسيأتي بعد فترة ينشرها آخر، قد نشرها البرامكة وأجبنا على هذا وخمدوا، ونشرها غيرهم أيضا، حتى اتصل بي بعض الناس من أولئك وقال سمعنا منشور لك وكذا، وأنا ما صدقته، وجبناه وقال تسمح لي تأذن لي بنشره؟ قلنا ننشره. أنا قال سأنشره في المجموعات هذا الكلام، وهو واحد من أولئك، قلنا ننشره ولا نعيدها. هذا الكرفت المبنطل أنيس منصور الإخواني، دواعش إنما هم عندكم ما هم عندنا، والقاعدة إنما هم عندكم،
وأما عندنا ولله الحمد الدولة تعرف أننا ما عندنا دواعش، وأننا بيننا وبين الدواعش خط أحمر، وأهل السنة هم من أوائل من ينكرون على هذه الطوائف.